في لحظة غريبة بتحصل مع ناس كتير، تلاقيه بيعدي بظروف صعبة، قلبه وجعه، دماغه مليانة، بس بدل ما يلجأ لربنا بيتكسف. اه والله، يتكسف يدعي، يتكسف يفتح ايده، يتكسف يعترف انه وقع ومش عارف يقوم. ليه؟ علشان شايف ان الدعاء محتاج يكون شيخ او ملتزم، وعلشان حاسس انه مكسوف من ذنوبه. بس بص يا صاحبي، ربنا مش مستنيك تبقى كامل علشان تقرب له، ده مستنيك تجيله وانت ناقص، وانت مكسور، وانت تايه. عادي، الباب مفتوح ليك في أسوأ حالاتك، مش في أحسن حالاتك بس. عارف لما تبقى قاعد مع أصحابك والدنيا جواك بتولع بس ما بتقولش؟ ربنا بيبقى شايف ده، ويستناك تنطق كلمة واحدة: يا رب ساعدني. اوعى تفتكر انك لازم تكون قوي علشان تقرب، ده ربنا بيحب منك الانكسار اكتر من قوة التمثيل. اوقات كتير بنهرب من ربنا مش علشان مش بنحبه، لا، علشان حاسين اننا مش ملتزمين. بس اللي معرفوش ناس كتير ان ربنا بيحب اللي راجع، حتى لو راجع بزحف، حتى لو راجع بكسوف، حتى لو راجع وهو مش قادر يبطل غلطه دلوقتي. قول لنفسك: أنا محتاج ربنا حتى لو شكلي دلوقتي مش أحسن حاجة. وصدقني، دي أول خطوة في تغيير حياتك. ومتنساش تصلي على النبي. سلام.